هاي أصدقائي الحلوين، شايفين الصينية الحلوة دي بقى؟ صينية كده تقولي ايه؟ تجيبي بقى الصينية ديت بعد ما تخلصيها كده، شوفوا جمال الألوان كده والخضار، حاجة تفتح النفس بجد. تجيبي كده علبة وتحطي فيها الخضار ده كده، تنفع بقى دي الصينية اللي تنفع غدا وفطار وعشاء، وتخبيها بقى من ولادك ومن أي حد. حمصي رغيف عيش بقى وتعالي بقى صلى على رسول الله ولايك للفيديو، واللي أول مرة يشوفني يشترك ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هتجيبي بتنجانة عندك، بطاطاية، فلفل رومي، فلفل حامي، ده فلفل رومي مقطعينه كده حتت كبيرة، وحاطين له ملح وفلفل كده وكمونية وحبة شطة، ومقلبينهم مع بعض، وحبة كزبرة ناشفة. الأول حمرنا البطاطس، كل حاجة هتعملها مكعبات يبقى كلها مكعبات، صوابع يبقى كله صوابع. حمرنا البطاطس وبعدين الكوسة. طبعا الخضار ده مغسول ومتقطع. وبعد كده حمرنا البتنجان، بس طبعا كنا عاملين فيه ايه بقى، نقعينه كده ايه، في حبة رشين عليه حبة ملح وسايبينه ربع ساعة. بعد ما حمرنا بقى الخضار كله، البطاطس والبتنجان والكوسة والفلفل الرومي والفلفل الحامي، بتجيبي بقى كده حبة زيت، الزيت دوت من اللي احنا محمرين فيه الخضار، وتحطي بقى معلقة كبيرة كده توم، وتحمريها بقى لحد ما تعطي اللون الذهبي. تنزلي عليها بطماطميتين كده مكعبات. طبعا احنا عاملين كمية حلوة، لان زي ما قلت لكم مش هتخرجها لحد اصلا، هتخرجي اللحمة والفراخ كده من عندك والصينية دي مش هتخرجيها. ولما تعملي الطشة دي بقى وتنزلي بالخل، شم الريحة بقى، حاجة كده تجوع. نزلنا بقى بالخل، يعني هياخد ودي كده مع الطماطم والثوم والطشة. هننزل بقى بكمية الخضار على بعضها، البطاطس والبتنجان والفلفل الرومي والفلفل الحامي والكوسة، وقلب قلب قلب بقى. شفتوا الجمال والسهولة؟ طبعا اللي بيعمل دايت اشوي الخضار في الفرن، واعملي الطشه ديت بحبه زيت صغننين خالص، مفيش اي مشكله. وكلي منها ما تشبعيش بقى. انا الصراحه انا باكلها حاف، يعني ساعات لو هي مشويه باكلها حاف. حاجه كده جميله، تقلبي بقى بالراحه. وطبعا انا سايبه قرون الشطه زي ما هي، عشان اللي مش حابب ايه، ما تعطيش حراره يعني في البتاع. وطبعا الحياء اللي يعجبك ملح وفلفل بس، كان على الطماطم. صينيه جميله بجد. تحمصي بقى العيش كده وما تعديش. اللي بتحبيه دوقيه من الصينيه دي، اللي ما بتحبهوش ما تدوقهوش. واللي يقولك انت قولوا دعوه حلوه بقى ليا كده من قلبكم. وحاجه كده خطيره بجد، دي احنا بنعملها كده ونعينها بقى على الفطار. إيه، يعني على الفطار في رمضان، في اي وقت. واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.